صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الكلام لمس قلبك ما تنساش الاشتراك في القناة. وأنا بغسل الميت لفت نظري رقبته. رقبته كانت أقوى من الطبيعي، مش رقبة بني آدم. وقتها حسيت بقشعريرة خفيفة في ظهري، مش خوف قد ما هو إحساس إن في سر مستخبي ورا المنظر ده. سكت ومعلقتش. الغسل عبادة ومش وقت استغراب ولا كلام. بس عيني كانت كل شوية ترجع لنفس المكان، وكل مرة أحرك جسمه علشان أكمل الغسل رقبته تطول أكتر، كأنها بتتمدد ببطء. أنا ما كنتش أعرف عن الميت ده أي حاجة، لا اسمه ولا عمله ولا قصته، غير إنه والد إمام مسجد. وكل اللي كنت أعرفه إن ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم حي وميت، وأنا لازم أعمل اللي عليا. القصة بدأت قبلها بساعات. اتصال جالي في وقت متأخر من الليل، واحد بيكلمني بصوت تعبان ومكسور: يا شيخ، محتاجك تيجي تغسل أبويا، انتقل إلى رحمة الله. قلت له من غير تفكير: إزاي؟ أنت إمام مسجد وما تغسلوش أنت؟ سكت ثانية وبعدين قال برجاء واضح: أرجوك يا شيخ تعالى. وافقت وطلعت، وأنا ما كنتش أعرف إني داخل على قصة عمرها سنين طويلة. وصلنا لمنطقة صعبة، طرق ضيقة، بيوت قديمة، شوارع ما تدخلهاش عربيات بسهولة. وقفنا العربية وكملنا مشي، وكل خطوة أحس إن المكان له هيبة غريبة، مش رعب لكن ثقل. وصلنا بيت شعبي بسيط. سألت الابن: والدك فين؟ في البيت ولا المستشفى؟ قال: لا يا شيخ، فوق في ملحق الدور التاني. طلعنا سلم وبعده سلم لحد ما وصلنا. دخلت لقيت الراجل ممدد على سرير خشب. مكان الغسل ضيق لكن نظيف، فيه تكييف ونور كفاية، كأن ربنا مهيأ المكان. بدأنا الغسل، سترنا الجسد ونوينا، وكل حاجة كانت ماشية عادي لحد ما ظهرت الرقبة. وقفت لحظة، مش خوف، استغراب صافي. رقبة أطول من الطبيعي، ومع كل حركة تطول أكتر، حاجة مش مألوفة. قلت في نفسي: سبحان الله، أكيد وراها حكاية. كملت الغسل وكفناه، والسؤال جوايا بيكبر بس ما نطقتش. قبل ما ننزل للجنازة سمعت الابن بيقول لإخوته: روحوا المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني، وقولوا لهم الصلاة على فلان هتكون في المسجد الكبير اللي على الشارع العام. استغربت وقلت له: ليه كده؟ ما تصلوا عليه في أي مسجد قريب. تنهد وبص في الأرض وقال وهو مطاطي راسه وصوته مكسور، كأن الكلام ده تقيل عليه من زمان: أبويا كان مؤذن زمان. قلت تلقائي ومن غير تفكير: طيب، ده شيء يشرفه. لكنه ما ابتسمش ولا ارتاح للكلمة. هز راسه بحزن هزة طويلة وقال: كان مؤذن بس مش لله. الكلمة وقفتني. إزاي يعني مؤذن ومش لله؟ تنفس بعمق كأنه بيحاول يطلع اللي جواه من غير ما يجرح حد، وقال: أبويا كان صوته جميل جدا، جمال يخوف. الناس كانت تسيب مساجدها، وفي اللي يقف في الشارع يسمع. أول ما يقول الله أكبر المكان كله يسكت. سكت لحظة وبعدين كمل بنبرة فيها وجع. في الأول كان بيأذن بخشوع، صوته طالع من قلبه، بس مع الوقت الصوت بقى الغاية، بقى يستمتع بصوته أكتر ما يستحضر معنى النداء نفسه. كان يمد الأذان زيادة عن اللزوم، يغير في المقامات، يطول الكلمات، مش علشان يخشع الناس، علشان الناس تقول الله شوف الصوت. بلع ريقه وبعدين قال: وكل ما حد ينصحه وكل ما إمام المسجد يكلمه يقول له: أنا برفع صوتي لربنا مش ليكم. بس الحقيقة يا شيخ إنه كان بيرفع رقبته قبل صوته. الكلمة ضربت في دماغي زي البرق، يرفع رقبته قبل صوته. وفجأة الصورة اللي شفتها وأنا بغسله رجعت قدامي بكل وضوح. الرقبة، الطول غير الطبيعي، والإحساس اللي ما كانش خوف لكن تنبيه. فهمت ليه قلبي مرتاحش من أول نظرة،
وكان في حاجة بتتقال من غير صوت. كمل، وصوته أوطى. في آخر سنينه الشيخ اضطر يشيله من الأذان، مش غل ولا قسوة، لكن لأن الأذان أمانة. قال له بصراحة: الأذان عبادة مش استعراض، مقام مش مسرح، اللي يقف فيه لازم ينسى نفسه مش يبرزها. أبويا زعل قوي، حس النصيحة إهانة مش رحمة، وقاطع المسجد. قفل على نفسه وقفل قلبه قبل ما يقفل بابه، وساب الأذان وساب النداء وساب المراجعة، ومات وهو شايف نفسه مظلوم، ومات وهو مقتنع إنه كان صح وإن اللي حواليه هم الغلط. وبعدين قال الجملة اللي لحد دلوقتي بتخبط في قلبي: يمكن ربنا أراد يعلمنا إن اللي يرفع نفسه فوق مقام العبادة ربنا يفضحه حتى بعد موته. في اللحظة دي مش بس فهمت، ده حسيت. والرقبة ما كانتش شكل، كانت رسالة بتقول: اللي يطول رقبته تكبراً ربنا يسيبه ممدودة قدام الناس وهو ميت. نزلنا الجنازة وتصلى عليه في مسجد كبير، بس المرة دي ما كانش فيه صوت، كان فيه صمت كاشف، صمت يخليك تسأل نفسك: أنا لو مكاني كنت هقف بإيه؟ بصوتي ولا بنيتي؟ ومن يومها وأنا بغسل أي ميت أفتكر إن أقرب طريق للقبول مش العلو لكن التواضع، وإن أخطر حاجة مش الذنب لكن الأنا. لما تدخل العبادة وتقف في الصف الأول وتسيب صاحبها آخر واحد يوصل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الكلام لمس قلبك ما تنساش الاشتراك في القناة.